طب هو احنا هنفضل بالاداء الزفت ده لحد امتى؟ يعني الاهلي النهارده بيكسب 3-1 ولحد اخر الدقايق المقاولين كان ممكن يتعادل معاك، يعني لولا هدف حسين الشحات المباراه كانت هتمشي 2-1 والمقاولين كان ممكن يغدر بيك ويسجل الهدف ده، غير كمان ان في هدف ما اتحسبش، يعني ربنا كرمك والجون ما اتحسبش. محمود حسن تريزيجيه روح النادي الاهلي، امام عاشور مع محمود حسن تريزيجيه بيكملوا روح الاهلي، لكن بصراحه الاداء ده كده مش هينفع، ده اداء ما يجيبش دوري، ده اداء ما يجيبش بطوله، ده اداء يجيب لك مركز تاني، اداء يا دوبك يلعبك في بطوله افريقيا السنه اللي جايه تبقى ضامن ان انت هتلعب، ده لو دخلت اصلا بالاداء ده مع قوه بيراميدز والزمالك اللي فايق رغم الغيابات ورغم الكوارث اللي عنده في اداره النادي الاهلي. لازم نفوق، المدرب ده مش هينفع يكمل اكتر من كده، يا ريت ننقذ ما يمكن انقاذه. عندك ماتش مهم قوي مع الترجي، لو لعبت بنفس الاداء ده هناك هتتاكل، الناس بتزعل لما الواحد بيهاجم النادي الاهلي، بس الواحد بيهاجم ده لانه شايف وعنده وجهه نظر، وده الصح اللي بقول لك عليه. لو كملت بالاداء ده هتخرج من دوري الابطال، هتخرج على ايد الترجي، ده غير كمان ان انت هتلعب من غير جمهور. مش عارف اقول ايه، الف مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي، 3 نقط مهمين وهي دي ماتشات الدوري ان انت بتجمع بيها نقاط، بس ما جمعش نقاط بالاداء الخايس ده، ما جمعش نقاط وانا كان ممكن لحد اخر لحظه المقاولين يتعادل معايا، ده مش طبيعي يا جدعان. النادي الاهلي انا قلت هننزل النهارده ناكلهم، انت جايب 3 اهداف وكل حاجه، بس انت كان ممكن تتغفل النهارده، مش كل مره هتمشي معاك زي ما كنت بتكسب سموحه 1-0 والجونه 1-0 ومش عارف ايه والماتش بيكمل معاك لحد الاخر. انت النهارده زي ما حصل معاك في مباراه زد، كنت متقدم وبعد كده رجع دخل فيك هدف ما عرفتش ترجع تاني، يا دوبك اتعادلت. يا ريت يا ريت يا ريت نحط نقطه من اول السطر ونبتدي من جديد ونشوف مدرب يليق باسم النادي الاهلي. حسام البدري عامل سلسله انتصارات مع النادي الاهلي مش طبيعيه، الاهلي الليبي مش الاهلي المصري. اتمنى ان حسام البدري يرجع، اتمنى ان انت يكون في بالك علي ماهر، لان الاداء ده كده مش هينفع. انت بتكسب يا دوبك بالعافيه، وارجع واقول لك تاني انت المفروض تنزل كل الماتشات دي تكسب بالثلاثه وبالاربعه، انت ما فيش في مصر حد عنده لعيبه ولا سكواد زي اللي عندك. الف مليون مبروك للعيبه النادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. انتوا بقى اكتبوا لي في التعليقات من وجهه نظركم مين يستاهل ياخد رجل المباراه. هو خدها امام، هل انت شايف ان امام فعلا افضل لاعب في المباراه ولا كان ممكن تريزيجيه؟